اوعى تبدا دايت قبل ما تسمع الكلام ده، لانك ممكن تكون بتاكل اكل صحي وملتزم بالدايت حرفيا وبتحسب كل سعر حراري وبرضه مش بتخس، والمشكله مش في جسمك ولا في الجينات ولا حتى في الاكل. المشكله في 5 عادات بسيطه جدا بتعملها من غير ما تحس وبتوقف الحرق تماما. النهارده هقول لك ايه هم بالظبط، وليه بيخلوك ثابت في مكانك رغم التزامك، وازاي تصلح كل عاده بخطوات بسيطه وواقعيه. خليك معايا للنهايه، لان العاده رقم 5 الناس كلها بتستهين بيها، لكنها ممكن تكون السبب الرئيسي في فشل الدايت بتاعك من اول يوم. انا دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه، وده الفيديو اللي هيغير طريقه تفكيرك في الدايت للابد. العاده الاولى، الاكل القليل جدا اللي هو التجويع. اول عاده بتوقف الحرق من غير ما تحس هي انك بتاكل قليل جدا. ناس كتير اول لما تبدا دايت تقول لك انا هقلل اكل على الاخر عشان اخلص من الدهون بسرعه. هنا الجسم بيدخل في حاله اسمها starvation مود او وضع البقاء. الجسم وقتها بيقول انت مش بتديني اكل، خلاص هحافظ على الطاقه وهقلل معدل الحرق، فيبدا يقلل حرق الدهون ويكسر عضل عشان يعيش. النتيجه وزنك بيثبت ومجهودك بيضيع، وطول اليوم بتحس بتعب ومودك سيء. شفت البارادوكس؟ انك بتاكل اقل ووزنك مش بينزل. طب الحل بسيط جدا، خليك في عجز سعرات معتدل، يعني تاكل اقل من احتياجك بحوالي 400 ل 500 سعر حراري مش اكتر، واهتم ان وجباتك فيها بروتين كفايه عشان جسمك ما يكسرش عضلات. البروتين هو حارس الحرق. سؤال ليك، لو انت بتقلل اكلك جامد جدا، جرب تزود شويه في اكلك لمده 3 ايام وراقب جسمك، هتتفاجئ ان الميزان ممكن يتحرك. العاده الثانيه، النوم السيء او المتقطع. العاده الثانيه اللي بتوقف الحرق هي قله النوم. الناس بتفتكر ان النوم ملوش علاقه بالدايت، وده غلط كبير. لما تنام اقل من 6 ساعات بيحصل حاجتين خطر جدا. اولا هرمون الكورتيزول بيزيد، وده بيخلي جسمك يخزن دهون خصوصا حوالين البطن. وثانيا هرمون الليبتين اللي بيقول للمخ انا شبعت بيقل، بينما هرمون الجرلين اللي بيزود الجوع بيزيد. يعني باختصار، لما تنام قليل تصحى جعان حتى لو انت واكل كويس. كمان الدراسات اثبتت ان الناس اللي بتنام اقل من 5 ساعات عندهم معدل سمنه اعلى ب 55%. حاول تنام 7 ل 8 ساعات في غرفه مظلمه من غير الموبايل قبل النوم بساعه. ونصيحه سريعه، لو نايم كويس وما زلت بتحس بتعب، اعمل تحليل فيتامين د، نقصه بيأثر على الحرق والنوم مع بعض. العادة الثالثة، السعرات المخفية، الأكل الصحي اللي بيتخنك. العادة الثالثة إنك بتاكل أكل صحي بس السعرات فيه عالية جدا. خليني أقول لك أمثلة. معلقة واحدة من زبدة الفول السوداني ب 100 سعر حراري، حفنة صغيرة من المكسرات بتساوي حوالي 200 سعر، كوباية عصير برتقال طبيعي حوالي 120 سعر من غير ما تشبع. فانت ممكن تاكل اكل شكله دايت لكن في الحقيقه بيفسد العجز الحراري اللي عامل حسابك عليه. ناس كتير بتقول لي يا دكتور انا باكل صحي جدا ومفيش نتيجه. اول لما نحسب مع بعض نكتشف ان السعرات الزياده جايه من معلقه صغيره من الزيت او شويه مكسرات زياده في اليوم. طب ايه الحل؟ ما توقفش الاكل الصحي، لكن احسب كل حاجه بالميزان لو تقدر. وافتكر دايما الجمله دي، الاكل الصحي ممكن يتخنك لو اكلته بكميات غلط. فاكر لما كنا بنقول كل صحي براحتك لكن كل صحي بعقلك؟ العاده الرابعه، التوتر والضغط النفسي. رابع عاده، ودي ممكن تكون اكتر الحاجات اللي بنهملها، التوتر المزمن. لما تبقى مضغوط طول الوقت الكورتيزون بيفضل عالي. الكورتيزون ده بيخلي الجسم يخزن دهون حوالين البطن ويكسر عضلات ويقلل الحرق، وده السبب انك ممكن تكون ملتزم بالاكل والتمرين لكن جسمك مش بيستجيب لانك ببساطه عايش في حاله توتر مستمر. الكورتيزول كمان بيأثر على هرمون الغده الدرقيه، وده بيبطئ الحرق بشكل مباشر. طب الحل ايه؟ مارس تنفس عميق لمده 10 دقائق في اليوم. خد وقت لنفسك بعيد عن الموبايل والسوشيال ميديا، وصدقني الصلاه والتامل والمشي الهادي 20 دقيقه يوميا بيعملوا فرق حقيقي، مش بس في الحرق، في حالتك النفسيه كمان. لان الدايت مش مجرد اكل، الدايت حاله نفسيه متوازنه قبل اي حاجه. العاده الخامسه البسيطه جدا لكنها مدمره جدا، انك مش بتشرب ميه كفايه. الميه هي الوقود اللي بيشغل كل التفاعلات اللي في الجسم. لو جسمك ناشف الحرق بيتقل والمخ بيبعت اشارات غلط يخليك تحس انك جعان وانت في الحقيقه عطشان. كمان الكبد محتاج ميه كفايه عشان يقدر يحرق الدهون بفاعليه. نصيحتي ليك، اشرب من 2 لتر ونص الى 3 لتر ميه يوميا. اول كوبايه تكون اول لما تصحى، وكوبايه قبل كل وجبه بنص ساعه. الميه مش بس عشان الترطيب، دي اداه حرق فعاله جدا. والناس اللي بتقول لك انا مش بعطش، دي علامه ان جسمك متعود يعيش عطشان. فابدا النهارده وخلي الميه جزء من روتينك زي الاكل والنوم. خلاصه كلامنا، خلينا نراجع بسرعه كده. انك ما تجوعش نفسك، نام كويس، احسب كل لقمه حتى في الاكل الصحي، هدي اعصابك، واشرب ميه كفايه. ال5 حاجات بسيطه
بس تصحيحهم ممكن يغير جسمك بالكامل في اسابيع قليله. كل عاده من دول بتفرق في معدل الحرق اكتر مما تتخيل. لو الفيديو ده فادك او حسيت انك فهمت ليه وزنك واقف، اضغط لايك بقوه عشان يوصل لناس اكتر محتاجه المعلومه دي، وسيب لي كومنت وقول لي ايه اكتر عاده فيهم كنت بتعملها وما كنتش واخد بالك منها. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، لان اللي جاي ان شاء الله هيكون اقوى، وهدفنا نوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه، وانا واثق انك هتكون سبب في ده. انا دكتور محمد صقر، اشوفكم في الفيديو الجاي عن سر جديد من اسرار الجسم اللي محدش بيقولها. خليك دايما فاكر، المعلومه الصح ممكن تغير حياتك، ويومكم جميل.